السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البذور في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنعمله من غير مضرب كهربائي وبمقادير مظبوطه بالجرام وبالكوبايه كمان. وهنتكلم ازاي يطلع معانا دايب كده وجميل وما يتكسرش معانا لما بنخرجه، وكمان ما يتقطعش معانا واحنا بنعمله في المكنه. وهنتكلم على طريقه التسويه الصحيحه له، وكان بياخد وقت قد ايه في الفرن. بس لو انتوا لسه جديد في القناه واول مره تشوفوني، انا اسمي عبير ودي قناتي وصفه صحيه واكله اقتصاديه. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا نبدا على طول. انا عندي هنا نص كيلو من الزبده الفرن، تقدر تبدا تستبدلي الزبده بسمنه. وعندي كمان بيضتين اتنين وكيسين من الفانيليا، وكمان ربع كيلو من السكر البودرة، وكمان كيلو الا ربع من الدقيق. هبدأ بقى كده اخد الزبدة بتاعتي تبقى بدرجة حرارة الغرفة، وابدأ كده اهرسها بايديا. ممكن تهرسيها بالمضرب السلك لو المضرب السلك هيمشي فيها معاكي، بس انا حبيت النهارده اعمله بايديا كده عشان اللي ما عندوش مضرب كهربائي ما يوقفش الوصفة ولا اي حاجة خالص. وهي طالما بدرجة حرارة الغرفة ما بتاخدش معانا رب كتير، يعني ما بتاخدش معانا وقت كتير في ان احنا نفككها كده من بعضها لحد ما تبدأ تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تبقى ناعمة جدا وكويسة جدا، ما فيش اي فيها كتل او حتت لسه ما فكتش ولا حاجة كده. نبدأ ننزل بقى ببيضة بيضة كده، وبعدين نبدأ نقلبها كويس جدا مع الزبدة بتاعتي. وبعدين هننزل بكيسين اتنين من الفانيليا، وبعدين هنبدأ ننزل بالربع كيلو سكر. ويفضل ان انا اكون ناخلة السكر بتاعي ده عشان اكون مدخلة فيه هوا كده، وتبقى البدوفورية بتاعتي كده خفيفة وجميلة. بعد ما ادوب بقى السكر في الزبده كويس، هنزل بكيلو الا ربع من الدقيق، وده مقدار مظبوط جدا علشان تطلع معايا العجينه زي ما انتوا شايفين كده، تحسوا انها طريه. لكن لما بمسكها كده في ايدي اللي هي نظيفه، مش بتلزق ولا اي حاجه، تحسي ان هي طريه لكن ما بتلزقش في ايدي، وايدي نظيفه زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هبدا اجيب الصاجات بتاعتي اللي انا هخبز فيها. تقدري تخبزي في الفرن الغاز اللي احنا بنخبز فيه العيش والفطير والحاجات اللي زي دي. وتقدري كمان تخبزيه في فرن البوتاجاز، مفيش اي مشكله خالص. هو ما بياخدش وقت كتير في التسويه، ما بياخدش اكتر من 7 دقايق ل8 دقايق في الفرن. بجيب بقى المكنه بتاعت البوتفور بتاعتي وببدا احط فيها العجينه، وبعدين ببدا اضيف الشكل اللي انا عايزاه ورده، عايزاه عنقود عنب، اي شكل انت حباه. وبعدين ببدا اضغط كده على المكنه وارص البوتفور كله كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. اول ما اخلص اول صاج على طول ببدا ادخله كده على نار هاديه زي نار الكيكه كده بالظبط، درجه حراره حوالي من 180 ل 190. على فكرة النار مش عالية قوي، بس هي الكاميرا اللي مخلية الإضاءة بتاعت الفرن عالية. أول ما يبدأ بقى البودفراية بتاعتي كده أحط إيد عليها وأحس إنها بدأت تمسك نفسها كده شوية، ببدأ أخرجها على طول كده من الفرن، لأن هي ما بتاخدش معانا تسوية خالص. وكمان بيبقى لونها فاتح، ما بتغمقش، ما بتبقاش مثلا لونها بيج ولا أحمر ولا حاجة. هنخرجها بقى كده، وبعدين هنسيبها لحد ما تبدأ تهدى خالص. وبعدين هنبدأ نشيلها بالراحة واحدة واحدة، علشان خاطر لو احنا شلناها دلوقتي هي لسه تحس ان هي لسه طرية، هتبدأ تتكسر مننا. وكمان مش هتبقى حلوة، هتبقى معجنة معانا كده ومكسرة كمان. طبعا عملنا اشكال كتير جدا، عملنا شكل الوردة، وكمان عملت شكل الفراشة، عملت اشكال كتير جدا. وهوريكم دلوقتي اللون بتاعها اللي انا مطلعاه عليها. ما شاء الله اللون جميل جدا وتسوية الفرن ممتازة. تقدري تستخدمي زي ما قلت لكم فرن الغاز او الفرن بتاع البوتاجاز، مفيش اي مشكلة خالص، هو نفس السوا. وهو ده اللون اللي احنا عايزينه، اللون يا دوبك مصفر، حاجة بسيطة جدا جدا تعتبر ما تسكرش. والبضفرية بتاعتي طالعة دايبة وجميلة ومتماسكة زي ما انتوا شايفين كده. وما شاء الله من نص كيلو زبدة عملنا الكمية الجميلة اللي قدامكم دي، كمية جميلة جدا. هتفضلي تحتفظي بيه كده مثلا في المطبخ لحد ما يبقى مثلا قبل العيد كده بيومين 3. هنبدأ بقى نزينه، او تقدري تزينيه وتحطيه على رف التلاجة، مفيش مشكلة خالص. انا عندي هنا شوكولاتة خام، حطيت عليها معلقتين اتنين كده من الزيت، وبعدين عملت لها حمام بخار كده علشان تبدأ تسيح. مش هينفع نسيحها على البوتاجاز على طول علشان ما تكتلش معانا، لازم نسيح الشوكولاتة على
حمام بخار. بعد كده بقى هاجيب البوتفور بتاعي واحط فيه شويه كده من الشوكولاته، وبعدين اجيب التانية والزقها فيها. وبعدين عندي هنا فرماسيلا، عندي هنا جوز هند، عندي فرماسيلا ملونه، عندي لولي. تقدري تستخدمي اي حاجه من اللي انت بتحبيها في التزيين، مفيش مشكله خالص. ممكن تستخدمي بدل الشوكولاته دي مربى برضو، لكن انا بصراحه بحس ان المربى بالطريف، انا بحب الشوكولاته. تقدري تستخدمي شوكولاته بيضه او شوكولاته بني زي ما انتوا عايزين. وكانت هنا بنتي هي اللي بتساعدني عشان تعمل معايا. بصراحة يعني تزيينها ما شاء الله كان جميل، والكمية بتاعتنا ما خدتش معانا وقت خالص في التزيين. اتمنى لو كنتوا وصلتوا للدقيقة دي من الفيديو تنزلوا تكبروا بخاطري وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. هبدأ بقى أزين البوتفور بتاعي كله كده، وبعدين اجيب علبة كده من العلب بتاعة المطبخ، القلاب البلاستيك الكبيرة اللي احنا بنحتفظ بيها للكحك والغريبة والبوتفور. نبدأ نحط بقى فيها البوتفور بتاعنا، وبعدين نحطه على رف التلاجة وناخد منه كده على قد الاستعمال والاستهلاك. ما ينفعش نسيبه بره علشان خاطر الشوكولاتة بتاعتنا ما تسيحش مننا كده، بخصوصا ان الجو بدأ يحرر شوية دلوقتي. البودافور بتاعنا بعد ما خلص. اتمنى تكون الطريقه سهله وبسيطه وعجبتكم. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بمواصفاتي، ولايك وشير لو الفيديو عجبكم. وما ننساش ندعي لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا ينصرهم كده يا رب، وكمان يقويهم ويكون عيد سعيد عليهم يا رب، وينصرهم على اعدائهم. اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.